ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ كان في مره امبراطور كان محرض ان هو ينقتل، وابنه كان نايم وصحي على برق وعلى صوت كبير وضخم، ولقى فجأة مرة واحدة الدنيا اسودت، ونزل من السما سيف طروادة كبير. أخد السيف وخرج عشان يحارب الأشرار، وقتل أول شرير معاه وتصدى له بالسيف. وفجأة الدنيا انهارت لكنه كان شجاع، وجري من فوق الجسر المنهار وهرب بسرعة، وشاف حجر لما لمسه ظهرت له مامته واديته طاقة إيجابية إن هو يكمل. وكان في مراية بيشوف فيها الشر، وفجأة قام كاسر المراية وطلع منها الشر، وبقى هو في الخير لوحده لأن القوة بتبدأ من جوه. وباباه حضنه وحرر الإمبراطورية، وكل الناس كانت فرحانة وبتصلي عشان هو نجاهم، والحاجة الكبيرة دي كانت فرحانة رخرة، ورجع تاني للدنيا السما الصافية. ووالده كان فخور بيه جدا، وكان بينظر له نظرات الملك الكبير للملك الصغير. وبعد كده لبس التاج وبقى هو الملك. وللعلم كل ده كان مش حقيقي، لأنه كان الولد بيحلم.